هي نصيحة: توقفوا عن البحث عن السعادة في نفس المكان الذي فقدتوها فيه. فمن آذاكم أو جرحكم أو تخلى عنكم أو خذلكم لن يكون هو نفس الشخص الذي سيجبركم أو سيسعدكم مهما كنتم متعلقون فيه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده في فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم قوي. زي ما انتم شايفين كده، كان عندي بقى القراميط دي انا منضفاها وغسلاها كويس ومقطعاها زي ما انتم شايفينها كده. انا بسلخ الجلده اللي عليها، ما بسيبهاش. يعني في ناس بتسيب القراميط زي ما هي كده، ما بتسلخش الجلده اللي عليها، يا دوب بس بتنضفها وخلاص. انا بحب ان انا اسلخها، يعني ما بحبش ان انا اسيب عليها الجلده بتاعتها. معايا بقى صينيه كده مقطعه فيها بصله وسبتها لغايه ما دبلت شويه، عليها شويه زيت. وحطيت هنا نص معلقه صغيره كده من الثوم المهروس، واسيبها بقى لغايه ما ريحه الثوم تطلع والبصله تدبل شويه اهو. بعد كده احط هنا قرن فلفل كده مقطعاه شرايح. عندي برضو شطاطه كده ناشفه حر قوي، فانا هحط القرن الصغير ده عشان مش عايزاه حر قوي يعني. لكن انت بقى لو عايزه مثلا تزودي حر شويه، لان القراميط بيبقى طعمها حلو قوي لما بتكون حرقه شويه. معايا هنا بقى طماطم اهي، حطيت كده الطماطم. احط بقى التوابل. معايا هنا نص معلقه صغيره كده من الكمون، ونص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر، ونص معلقه صغيره من الكزبره الناعمه. احط برضو ورق لورا، لو عندك برضو بهارات سمك ممكن تحطيها. ونص معلقه صغيره كده من الملح. هقلب بقى كله مع بعض واسيبها بقى لغايه ما تتسبك. وهشوح بقى القراميط في دقيق كده في الزيت على البوتاجاز عشان اغير شكلها بس. معايا بقى القراميط اهي، ومعايا بقى شويه دقيق بغلفها بقى دقيق من فوق وتحت كده. استنى بقى لغايه ما الزيت يسخن، وهديلها تشميعه كده على البوتاجاز في الزيت. لازم تتغلف كويس كده بدقيق. القراميط دي حجمها صغير شويه عشان مش شاريها من السوق ولا اي حاجه، متصاده كده، فحجمها صغير شويه زي ما انتم شايفين اهي. اما بقى لو انت مثلا شاريها من بره او من السوق بيبقى حجمها كبير شويه. اما بقى اللي بيصطادوها دي بيبقى فيها احجام كبيره وفيها احجام صغيره على حسب يعني. خلاص كده الزيت سخن اهو. احط بقى القراميط. انا مقطعاها كده، يعني التقطيع دي على حسب ما انت عايزه. ممكن القرموط بقى على حسب الحجم بتاعه بتقطعيه حتتين، والديل ممكن تقطعيه 3، والديل زي ما انت عايزه على حسب حجمه يعني. ودي الراس اهي. الراس بقى لما بتكون كبيره شويه بعمل لها بقى خلطه، فلفل الوان وفصين توم كده، وبدقهم بقى في الهون على شويه توابل، وبعد كده بحشي القراميط. وبحشي برضو الراس كده. اول ما بتاخد بقى لون بسيط من تحت كده شايفين وتشمع بقى، بقلبها بقى الجنب التاني. الخطوة دي بتخلي القراميط طعمها حلو قوي، وكمان لسه برضو هدخلها الفرن عشان تاخد لون كده. احط بقى الجزء التاني اهو. احط برضو الراس تاخد لون من فوق وتحت كده برضو شايفين. هنشوف بقى التسبيكة اهي. انا مقطعة بطاطس شرايح كده، احطها برضو في التسبيكة يعني تاخد نص سوا كده على ما احمر بقى القراميط، وبعد كده ادخلها بقى الفرن. شايفين بقى الحجم بتاعها اهو. لو حابة بقى تستغنى عن البطاطس بسويها الاول شويه كده على البوتاجاز، لان البطاطس بتاخد سوا شويه والقراميط ما بتاخدش سوا كتير، يعني زي اي نوع من انواع السمك ما بياخدش سوا كتير. فلازم ان انا اسوي البطاطس شويه الاول قبل ما احط بقى القراميط فيها. خلاص كده خلصت القراميط كلها اهي، شوحتها بقى في الزيت كده. رصها بقى على البطاطس. اول ما البطاطس تحس ان هي قربت تستوي كده، يعني يعتبر خدت نص سوا، بحط عليها القراميط وادخلها بقى الفرن عشان تكمل السوا بتاعها وتاخد لون من فوق كده. هعمل جنبها رز اصفر بالتقليه، ممكن برضو تعمل جنبها رز صياديه او رز بالشعريه. خلاص كده رصيت بقى القراميط اهي. احط بقى شويه تسبيكه كده على الوش. هدفع عليها البوتاجاز بقى وادخلها الفرن تكمل سوا بتاعها، وبعد كده تاخد لون بقى تحت الشوايه. معايا بقى بصله كده على البوتاجاز على شويه زيت. ممكن بقى تحط زيت على سمنه، ممكن تحط زيت بس اهم حاجه وانت بتعملي الرز لو هتستعملي سمنه حطي معلقه كبيره كده من الزيت عشان بيخلي بقى الرز مفلفل كده
انا بشرب بقى البصله دي بالمبشره، عايزاها ناعم خالص، بستنى بقى لغايه ما تدبل، مش عايزاه بقى تغير لون ولا اي حاجه، كانك هتعملي رز صياديه بس مش عايزين نحمر البصل، وبنبشرها بنخليها مبشوره ناعم كده. حطيت برضو نص معلقه صغيره كده من الثوم المهروس، حطينا معلقه كبيره كده من الملح، حطيت بقى التوابل، نص معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر، ونص معلقه من الكمون، ونص معلقه من الكزبره الناعمه، وحطيت هنا معلقه كبيره كده من الكركم، عشان يديلنا لون اصفر كده للرز. ممكن بقى تستعمل رز بسمتي على حسب ما انت عايزه او رز عادي. حطيت هنا برضو ورقتين لورا، ونص معلقه صغيره كده من بهارات السمك. احط بقى الرز اهو، انا غسلاه ومصفياه ما نقعتوش، على نار هاديه كده، واقلب بقى الرز لغايه ما يتشمع بقى بالتوابل وبالزيت وبالبصله كده. بيبقى طعم الرز حلو قوي كده لما تعمليه بالطريقه دي، بيبقى احلى من رز الصياديه كمان. خلاص كده بعد ما قلبت بقى الرز وتشمع كويس، عليت عليه البوتاجاز، واحط بقى الميه بتاعته اهي. شايفين بقى اللون بتاعه؟ هسيبه بقى لغايه ما يتشرب الميه بتاعته ويستوي واوريهولكم. هنشوف بقى صينيه القراميط اهي، شايفين بقى الجمال؟ بعد ما استوت كده والبطاطس استوت، طلعتها بقى تحت الشوايه عشان تاخد لون كده. هسيبها بقى شويه برضو تاخد اللون الاخير، بعد كده اطلعها بقى من الفرن. شايفين حلوه قد ايه؟ وكمان طعمها وريحتها حلوه قوي. تقدري بقى تكتري الصلصه بتاعتها شويه، ممكن تقلليها على حسب ما انت عايز. هي خلاص كده الصلصه بتاعتها مظبوطه. واشوف برضو الرز اتشرب الميه بتاعته، وهديت عليه البوتاجاز عشان يستوي. شايفين؟ شايفين بقى الجمال؟ لونه حلو قد ايه. كده خلصنا بقى الغدا بتاع النهارده. هنغسل بقى المواعين ونمسح برضو البوتاجاز كده. جربوا الرز بالطريقه دي هيعجبكم قوي. ينفع بقى جنب المشويات، جنب النواشف، بيبقى طعمه حلو جدا. لو هتعملي مثلا جنب فراخ او اي حاجه، ما بتحطش بقى بهارات السمك ولا كده، بتحط بقى بهارات فراخ او بهارات لحمه، وبتاكل جنبه بقى بانيه، فراخ مشويه، بيبقى طعمه حلو قوي زي الرز البسمتي بالظبط. انا مسحت بقى البوتاجاز. اغسل بقى المواعين اهي عشان الحوض يفضى حواليا كده ويبقى نضيف. دايما ست البيت لما بتلاقي بقى المطبخ بتاعها رايق والمواعين مغسوله والحوض نضيف كده، تحس براحه نفسيه كده. يعني انا دايما لما بلاقي الحوض دايما نضيف وما فيهوش مواعين، بحس براحه نفسيه كده. ودايما ببقى متشجعه ان انا انضف على طول اول باول. برضو مسح البوتاجاز بعد كل استعمال بيسهل عليك كتير، مبقاش عليه تراكمات ولا اي حاجات من دي. اغسل بقى الحوض اهو. بغسل بقى الحوض كده عشان لما اغسل المواعين هصفيها جنبي، وبعد ما تتصفى كويس من الميه بتاعتها برص بقى كل حاجه مكانها. ما ينفعش بقى تغسلي المواعين على طول وترصها في المطبخ، عشان بتنزل ميه كده، بتعمل عطنه وعفونه وريحه مش كويسه في المطبخ يعني وكده. فلازم بقى تصفيها كويس قبل ما ترصها في المطبخ. يعني ممكن لو عندك بقى حوض زي ده، فيه عين تانية لتصفية المواعين، صفها فيه كده. طبعا عشان عندي بس عين واحدة كده، بصفيها بقى على الحوض. بعد ما بتصفى برص بقى كل حاجة مكانها. بغسل برضو الأزايز اهي، بغسلها كويس قوي، والحلق بتاعها والبوز بتاعها كده، عشان دايما حلق الازازه هو اللي دايما بيبقى فيه اتربه فيه حاجات من دي، فلازم تغسلها كويس جدا. بالذات بقى ازايز الشرب، يعني لو بتشربوا منها ميه او بتطبخوا منها، لازم تبقى دايما الازازه نضيفه على طول، والميه بتاعتها بتغيرها اول باول. يعني مثلا لو الازايز انت ملياها فضلت معاك لتاني يوم، لازم تغير الميه بتاعتها، عشان فيها ماده بتتفاعل مع نسبه البلاستيك اللي بتبقى في الازايز دي. وانا بغسل برضو المواعين، لو في مثلا كوبايات ازاز، في ازايز، في اي حاجات بلاستيك، زي الخلاط، برضو بغسل الحاجات دي الاول كده، عشان يعني ما تلقطش بقى من ريحة المواعين، ريحة السمك، ريحة اي اكل انت عاملاه، ما تلقطش بقى من الريحة دي. لازم تبدأي بالحاجات اللي هي بتلقط الريحة، ومهما تغسليها ما بتروحش، فلازم تبدأي بيها الاول كده. بغسل بقى الاطباق اهي، وبغسل برضو المعالق. بسيب بقى الألمونيا، الطاسات، الحاجات اللي زي دي في الآخر كده. الحاجات اللي هي بتبقى مدهنة، أو اللي أنا طابخة فيها بقى يعني صينية القراميط، آه، شوربة، فراخ، حاجات من دي لازم تتغسل في الآخر كده. أنا بحب برضو أدعك الألمونيا أوي لغاية ما تلمع معايا كده. وكمان بقى بحب الصابون اللي أنا بعمله ده، عشان بيدي رغوة كثيفة، وكمان بينضف بقى الألمونيا كده وبيخليها بتلمع كده. شايفين؟ هغسل برضو الصينية دي أهي.
شايفين بقى المعلقة السبلة اللي كانوا بيتكلموا عنها ويقولوا بقى ده كنز وكده. أمي كانت عاطيلي بقى شوية معالق من دول. طبعا انتوا عارفين الناس الكبيرة بتبقى بتعتز قوي بالحاجات اللي هي القديمة دي. زي المعالق السبلة، اطباق الصاج لو انتوا فاكرينها، زي برضو طقم الصين اللي هو العروسة والعريس. كل الحاجات دي تلاقوا الناس الكبيرة دايما عندهم من الحاجات دي ويعتزوا بيها قوي ويعينوها يعني. فانا جايبة منها الحاجات دي بصراحة للذكرى كده. شايفين بقى الألمونيا بتبرق خالص اهي. هغسل برضو الحلة دي اهي. انا مسحت برضو البوتاجاز، ما خدش مني وقت كتير لان يعتبر عليه حاجات بسيطة خالص. دايما لو انت بتمسحي كل حاجة اول باول، بتنضفي كل حاجة اول باول كده، ما بتاخدش معاكي وقت. يعني البوتاجاز لو بتمسحيه بعد كل استعمال، بتغسلي برضو المواعين على طول بعد ما بتخلصي كده، تلاقي دايما الحوض فاضي وما بياخدش معاكي برضو وقت يعني. اغسل بقى الحوض اهو، وهسلكه بقى كويس كده عشان برضو ما يتراكمش فيه دهون ولا اي حاجة. ويكتم بقى البلاعة كده. خلاص كده الروتين بتاعنا خلص. يا رب الفيديو ينال اعجابكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد بنزله. تعليق حلو كده عشان تشجعونا انزل لكم فيديوهات على طول. وفعلوا الفيديو باللايكات عشان يوصل لاكبر عدد من الناس عشان تكبر بيكم. يا رب الفيديو ينال اعجابكم. واستنوا الفيديو جديد وروتين جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.